مكرونة سباجيتي بالميت بولز وعليها رش جبنة موتزاريلا. وصفة سهلة وسريعة جدا. تعالوا نشوف مقادير الصلصة بتتعمل ازاي. عندي كيلو لحمة مفرومة 20% دسم، 2 بيضة، ملح وفلفل، بيكنج باودر، بقسماط ناعم. عندي نص كوباية زيت، معلقتين 3 كبار صلصة، وطماطم مضروبة ومتصفية، وكوباية شوربة. بخلط البيض الأول مع كل التوابل، ملح وفلفل، بودرة البصل، البيكنج باودر. بخلطهم كويس جدا مع بعض كويس قوي. الطريقة دي بتساعد ان انا لما اجي احط بعد كده الخليط ده على اللحمة المفرومة تكون متجانسة. زي ما انتم شايفين لسه في اثر في البيض، لازم اخليه كله مضروب كويس قوي. بعد كده بضيف له البقسماط، معلقتين كبار بقسماط، وبعدين بضيفهم للحمة المفرومة. الطريقة دي هتخليني ان انا مش محتاجة اقعد اضيف بعد كده اي اضافات على اللحمة، وبتخلي الطعم يعني متجانس وموجود جوه اللحمة كلها. بعجنها كويس بايديا، بسيبها في التلاجة لمدة نص ساعة عشان بعد كده هشكلها واقليها. ده شكلها بعد ما سبتها نص ساعة في التلاجة. شايفين تشكيلها سهل ازاي. بحاول اعملها كور يعني متقاربة في الحجم على قدر ما اقدر. بنزلها في زيت تحمير غزير وزيت سخن، بتتقلب كويس لغاية ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. اطلعها تتصفى وابدأ اجهز الصلصة. ملح وفلفل، ممكن احط رشة زعتر لو حبينا. في برضو البصل الناشف ممكن، زي ما انتم شايفين البصل الناشف ده عندي، بس ده اختياري. الصلصة والطماطم المضروبة، بحط الزيت وبحط عليه الصلصة والطماطم. البصل الناشف بحط التوابل بتاعتي، رشة زعتر لو حبيته، مش اساسية، الاساسي هو الملح والفلفل. وبعدين اول ما تبدأ تغلي بنزل فيها كرات اللحمة المتصفية، وبضيف الشوربة كوباية ونص تقريبا، او بحط الاول كوباية لغاية بعد كده ما اظبط النص كوباية لو حابينها. بسيبها على النار متغطية تستوي وتاخد الشكل ده من الصلصة. يبقى الصلصة لسه موجودة زي ما انتم شايفين، اللحمة استوت. بكون سلقت مكرونة وحطت لها معلقة زبدة وملح وفلفل، واصفيها واطلعها واحط الزبدة والملح والفلفل بعد كده. بضيف الصوص عليها زي ما انتم شايفين ورشة جبنة، وبألف هنا.